التلاحم اللي حصل مع اشرف بن شرقي هو تلاحم طبيعي، مفيش فيه دفع، مفيش عرقله بالرجل، مفيش حاجه تستدعي احتساب ركله جزاء. حكم الفار عليه دور كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الأول بينتهي بمباريات مهمة جدا 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 وأخطاء تحكيمية كانت مهمة جدا جدا جدا. الزمالك في بداية الدوري بيتعادل مع الاتحاد السكندري في مباراة الفوز فيها كان سهل، كنت تقدر تفوز، ولكن بداية موسم الإعداد بشكل متأخر، وبداية موسم الإعداد يعني بطريقة مستفزة وبلعيبة يعني بصراحة يعني مش هتقدر تكمل لنهاية الموسم، ومش هتقدر تكمل على المباريات دي وعلى الكلام ده. فبصراحة حاجة صعبة جدا ان احنا نلعب كل المباريات دي باللعيبة دي. بس الزمالك بيبدأ الشوط الاول بشكل ممتاز جدا جدا جدا، وبيعمل اكتر من كورة كنا ممكن نسجل منها اهداف، ولكن بصراحة يعني الجبهة اليمنى كانت شغالة بطريقة ممتازة. عمر جابر رجل المباراة كان افضل لاعب في المباراة، يعني كان لاعب مباراة ممتازة جدا جدا جدا. ولكن احمد شريف وناصر منسي مفيش كورة تخلص بهدف. ناصر منسي اكتر من كورة تجيله قدام المرمى، مفيش كورة يحطها ناصر منسي يعني بطريقة يعني مستفزة جدا، مفيش كورة يجري كده، يعني كورة انهاء مميز كده من ناصر منسي في كورة. فبصراحة كانت مباراة مش احسن حاجة لناصر منسي. احمد شريف اكتر من كورة بتجيله على رجله اليمين يعني انه يحطها في المرمى، ولكن بطريقة برضو يعني مفيش كرة تلعب بطريقة مميزة كده، كل الكور بتروح بعيد جدا عن المرمى. يبدأ الشوط الثاني وعلى نفس النمط وبتنتهي المباراة، وأول مباراة وبداية افتتاح الدوري تعادل سلبي مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري كان برضو معاه أكتر من كورة، ولكن لولا تدخل ونش وتدخل بعض اللعيبة كان ممكن الزمالك يعني يخسر في أول مباراة وفي افتتاحية الدوري. بصراحة حابب أشيد بأداء محمد شحاتة وبأداء عمر جابر اللي كانوا لاعبين بأداء مميز وأداء ممتاز، حابب أشكرهم على الأداء اللي كانوا لاعبين بالمباراة. ولكن بصراحة يعني في لعيبة لازم محتاجة شغل تاني، ناصر منسي محتاج شغل تاني، أحمد شريف لسه محتاج شغل تاني، أكتر من لاعب محتاجين شغل. محمود بنتايج لسه برضه فتوح أداء ضعيف، فبعض اللعيبة محتاجة شغل. تعالى بقى نتكلم عن التحكيم احنا لسه بنبدأ في أول مباراة في الدوري، ويعني التحكيم في مباراة الأهلي بيحسب ضربة جزاء. بصراحة مش عارف أقول إيه لضربة جزاء زي دي. بصراحة ضربة جزاء كورة ما فيهاش أي تلامس ولا فيها حاجة. أنا دلوقتي هحط لك رأي تحكيمي وقرار من جهاد جريشة من أفضل الحكام المميزين المصريين المعتزلين، وأوريك دلوقتي إيه رأيه في لعبة زي دي، وهوريك إذا كانت الكرة تستحق إنها تكون ركلة جزاء ولا لأ، وأوريك قراره وكلمته في لعبة زي دي. وإحنا لسه في بداية الدوري يعني لسه بدري. فبصراحة يعني أداء غير مميز في مباراة الأهلي في التحكيم، هي الكرة الوحيدة دي، ودي أثرت على نتيجة الماتش، يعني خلت الأهلي يكسب في مباراة زي دي. مباراة الأهلي كان ممكن يتغلب فيها يتعادل مثلا، ولكن مباراة خلت الأهلي فاز في المباراة. فلازم بصراحة التحكيم ده احنا لسه في بداية الدوري ويعني ما ينفعش. فبصراحة يعني عايزين الدوري يبدأ دوري مميز، وعايزين يبدأ يكون دوري حلو كده. ولكن بصراحة الزمالك بدون لعيبة وبدون يعني بصراحة حاجات كده ما تأثر أكيد على مباريات الزمالك وعلى نتيجة المباريات وعلى مباريات دوري أبطال أفريقيا. بإذن الله الزمالك بإذن الله اللعبة دي تقاتل وتكون ليها تأثير بإذن الله على المباريات دي، ويعني نتمنى الزمالك بإذن الله يرجع كده ويكون أقوى الفرق في الدوري، وبإذن الله يكون بطل الدوري. بس كده بتنتهي حلقتنا الأولى، واستنونا في حلقات جاية تانية كتير هنتكلم فيها عن كل حاجة. وبس كده بتنتهي حلقتنا، منساش تعملونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي مودرن MTI في كل مكان، بعد نهاية مباراة النهاردة بين الأهلي والشرقية إنبي في ختام الأسبوع الأول دوري مصر ممتاز دوري أورا، هناخد بعض الحالات التحكيمية ونتكلم عليها ونحللها مع بعض ونشوف النهاردة طاقم التحكيم عمل إيه في المباراة. هنبدأ على طول، عندنا حالتين في الشوط الأول مهمين وحالتين في الشوط الثاني مهمين هنتكلم عليهم، وفي الآخر نقيم الأداء التحكيمي النهاردة في المباراة. هنبدأ على طول في الدقيقة 9، كان في مطالبة للنادي الأهلي بركله جزاء، كان الاتحام طبيعي واستمرار اللعب كان قرار صحيح ومفيش فيها ركله جزاء، واستمرار اللعب في اللقطه دي كان قرار صحيح من حكم المباراه اللي كان واخد زاويه رؤيه ممتازه وتمركز سليم، وبالتالي كان قراره قرار سليم. في الدقيقه 20 ركله جزاء لصالح الشرقيه انبي، محمود ناجي فتح زاويه رؤيه ممتازه، شاف التلاحم اللي حصل، لاعب النادي الاهلي ما نجحش في الوصول للكره، راح لرجل المهاجم مباشره. ركله جزاء صحيحه، النجاح في احتساب ركله الجزاء ديت هي نجاح الحكم في زاويه رؤيه مميزه من تمركز ممتاز،
وبالتالي بنتكلم شوط اول مميز جدا للتحكيم المصري او طاقم التحكيم المصري في المباراه بقياده محمود ناجي. خشينا الشوط الثاني في الدقيقه 66 في ركله جزاء تم احتسابها للنادي الاهلي. جبنا اللقطه وشفناها اكتر من مره. التلاحم اللي حصل مع اشرف بن شرقي هو تلاحم طبيعي، مفيش فيه دفع، مفيش عرقله بالرجل، مفيش حاجه تستدعي احتساب ركله جزاء. حكم الفار عليه دور كبير جدا في اللقطه دي، كان لازم يستدعي الحكم ويوريه اللقطه ويشوف الالتحام اللي حصل، لان بالمعيار ده لو شفنا الالتحام اللي حصل ده هنلاقي ان كل التحام في منطقه الجزاء هنحسب ركله جزاء، هتلاقي مئات من ركلات الجزاء موجوده في الدوري المصري الممتاز، وبالتالي هي ركله جزاء غير صحيحه. كان لازم حكم الفار يستدعي الحكم ويديله فرصه ثانيه يشوفها ويقرر بعد كده يرجع لقراره، يا اما يبقى على قراره او يلغي القرار ويعمل اسقاط، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء غير صحيحه لم تم احتسابها لصالح النادي الاهلي في الدقيقه 66. في الدقيقه 71 كان في مطالبه النادي الاهلي بركله جزاء، الكره جت من رجل المدافع لايده، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه. وتمركز الحكم برضه تمركزه الصحيح هو اللي وصله للقرار الصحيح في اللقطه ديت. بنتكلم ان الاسبوع الاول كان ماشي بصوره محترمه جدا، ما عندناش حاجه نتكلم فيها او اخطاء نتكلم عليها، لكن ختامها مع مباراه الاهلي والشرقيه انبي خطا تحكيمي مؤثر على نتيجه المباراه. دي كل حاجه عندنا النهارده في التحكيم. شكرا لكم، سلام عليكم.